بمشو تايدا ماش مسرتي كدومي آسمانا وقتی که سر بودم تو ای آسمان دروازه ٹکت اما پیم که ملائے آلائے شان و حال و کیفیت ہے ہوتی آئے گا اطلاع دا کہ دروازے کے دپا کسی ہا کہے چونکہ پیسریے آسمان کر رہا آئے گو عروج ہے و سرکپا کے خبر بوتا دومی ہمیں پہ ہما جوستو ہما پسا ہما جواب سيدنا أنس رضي الله عنه كحديثتها أي روايتها مزني كردو مزني جهدي ومزني نامي إذا بدأ حضرت أنس رضي الله عنه قشنكي فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة إياك فده سيدنا أنس رضي الله عنه بشكين فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يترفع حضرت أنس روايته وقتی کے ترجمة بدران ذاكر مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا؟ قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا؟ قال هذا عيسى عليه السلام ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لكتا أي خبرات حمد دارينو اي مباركين دان كاني معناه ترجمة طرفه متوجه به سيدنا أنس رضي الله عنه فرمانك کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید ذکر خیر فرمائند کہ پدا آسمانانی تہا آئی گن کے ملاقات ہو چونکہ أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام صلوات الله عليه کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تو دستتی آسمانانی ہمیں حد حدودانی تہا آسمانانی تہا و ہمیں مبارک معراج سفر تہا سیدنا آدم علیہ السلام و ادریس و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم علیہم الصلاة والسلام جميعا ہر یک کی چاہی رسول و پیغمبران آنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملکوتی و آسمانی ای جاہ مقام بابتا دیگی گپ نجد ہاں البتہ یہ ارشاد فرمائن تھا کہ انہو وجد آدم فی السماء الدنیا سیدنا آدم علیہ السلام ملاقات بوتت گن جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولی آسمان ہے کہ آسمان دنیای گوشند و سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملاقات بوتت ششمی آسمان